كتاب رواد الفلكلور السنجاري هاشم جلال حجي. فلكلور، سيرة حياة الفنان جلال قاسم حسين. الولادة: اسمه الحقيقي جلال قاسم حسين خلو، والمعروف بجلو أبو فرحان، وفي بعض الأحيان يعرف بجلو شنغالي بين عامة الناس. ولد في عام 1956 في قرية قزلكند غربي مدينة سنجار. اسم والدته هزار عبدي باجو، وتزوج والده مرتين، وكان له أختان من أمه هزار عبدي، هن بهار وعيشان، ومجموعة من الإخوة والأخوات: بركات، الياس، خيرو، جردو، باران، زينة، وضحى من زوجة أبيه. وحياته كانت مليئة بالصعوبات وقاسية جدا، حيث كان يعمل في زراعة منذ نعومة أظافره. الحياة الاجتماعية: المغني جلو شنغالي لم يلتحق بالدراسة أبدا بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، ويقول: كنت أعمل أعمالا مختلفة كثيرا، وكذلك كنت أعمل في مجال الفلاحة والزراعة مع عائلتي. كنا نعيش صعوبة في الظروف الاقتصادية بسبب الحصار في ذلك الوقت، وذهبنا إلى مناطق زراعية وزرعنا محصولي الطماطم والخيار والرقي وغيرها. هذا الحصار الاقتصادي أدى إلى ترك العديد من الطلبة مقاعد الدراسة، وحرموا من التعليم بسبب الفقر. سكن مع عائلته العديد من القرى، منها قزلكند، ميرجن، كلها بولي، دير عاص. كانوا يرتحلون في تلك المناطق بشكل شبه مستمر. وفي عام 1979 تزوج جلو شنغالي من نعام خلف سيدو، وله منها 4 أولاد و5 بنات. البنات وهن ميان، نسيمة، حنان، هلو، دلفين، والأولاد هم فرحان، فرهاد، قاسم، تحسين. وفي عام 1983 اتجه للجمهورية العربية السورية، واستقر في قرية مزقفت ضمن محافظة الحسكة، وبقي في القرية لمدة 7 سنوات. وفي عام 1990 عاد إلى العراق، ثم ذهب إلى سوريا مرة أخرى في عام 1994. سجن على إثر ذلك وبتهمة اختراق الحدود وتسلله من بلد إلى آخر. ألقي القبض عليه من قبل الحكومة السورية، وسجن في مدينة دمشق في حي فلسطين حتى عام 1996، وبعدها عاد إلى العراق، ولم تبذل الحكومة العراق جهدا حتى ألقي القبض عليه مجددا، وسجن في الموصل، ومن بعدها سنجار، ومن ثم الربيعة، وأفرج عنه بعد 18 يوما. انضم لصفوف الجيش العراقي لمدة 8 أشهر. عمل مزارعا لمدة 8 سنوات، وعمل راعيا لمدة 7 سنوات، وعاملا بأجر يومي لمدة 10 سنوات. وسكن قرية جرزريك لفترة، وبعدها اتجه لمجمع الأندلس جهبل التابع لناحية الشمال، وبقي هناك لمدة 7 سنوات. بعدها بقي في مجمع تلبنات لمدة 1 سنة، ومن ثم سكن مركز قضاء سنجار في عام 2007. استقر هناك لحين قدوم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش في 3 آب عام 2014، وبعدها نزح مع عائلته إلى أقليم كردستان العراق، وبقي في مخيم بيرسفيل النازحين التابع لناحية دركار ضمن قضاء زاخو. وبعد تحرير سنجار عاد مرة أخرى إلى سنجار،
واستقر هناك، وبالتحديد في حي بربروش. الحياة الفنية: الأستاذ والرائد في الفلكلور السنجاري الأصيل أبو فرحان محب للفلكلور، تعلم وتتلمذ على أيدي رواد الفلكلور السنجاري، كل من المرحوم شيخ موسى وخدر فقير. بدأ جلو شنغالي بالغناء في عام 1977، وخدم الفلكلور من خلال صوته العذب والجميل، ويحمل في صدره قرابة 200 أغنية فلكلورية. ومن الأغاني المفضلة لديه ومنها خج وسيامند، عدول وجنج خليل، عيشة بالي. وقد أصبح ضيفا للعديد من القنوات التلفزيونية والإذاعات، وسجل العديد من الألبومات الفنية، كما وظهر على شاشات أغلبية القنوات الكردية الفضائية، ومنها كردستان تي في، دهوك تي في، زاغروس تي في، ستيرك تي في. وغنى جلو شنغالي مع الكثير من الفنانين سواء من الراحلين أو الحالين في ساحة الفن. ومن أكثر الأغاني التي يميل إليها ويعشقها المغني جلو شنغالي هي أغنية عيشة بالي.